فيديو طالع ترند من شويه ان امام عاشور كان في فرح بتاع كريم الدبيس ومصطفى شلبي معدي فاتجه له ما رضاش يسلم عليه. زي ما هتشوف الفيديو ده دلوقتي. وكله بقى عمل ترند الحق مصطفى شلبي ابن النادي الزمالك، ابن نادي الزمالك، اللي هو دلوقتي في بنك الاهلي، ابن نادي الزمالك اللي عمل السهم بعد الجون. الحق ده ما رضاش يسلم على امام عاشور، هو ده ابن يا اولاد يا اولاد يا افهموا بقى، مفيش حاجه اسمها كده. اتفرج على الحته اللي جايه ديت، هتلاقيهم قاعدين جنب بعض وقاعدين يهزروا ويضحكوا واخدين بعض بالحضن والدنيا جميله. ما تقصوش عشان تعملوا ترند. زي ما قناه الزمالك كده عماله تعمل ترند اليومين دول، وجايبين واحد اسمه جاريريو. مفيش كلامه كله والله العظيم، مفيش كلامه كله غير عن امام عاشور، واللي هو اللعيب اللي قفل تليفوناته. اتعاقب، اتعاقب وخلاص، العقوبه خلصت. هيرجع لكم تاني، وانتوا فاكرين مش هتشوفوه، هيرجع لكم تاني. خليكم كده محروقين منه. بص على شيكا بنزا اللي ضرب ادم كايد، او شوف عبد الله السعيد اللي قلت عليه مصاب، او شوف الفتوح اللي كان في عند عمرو راغب علام، او شوفوا بصوا بدل ما تتكلموا على الاهلي وامام عاشور وزيزو واحمد عيد اللي انتوا برضه مش ساكتين عنه. لا بصوا على اللعيبه اللي عندكم. احنا لما غلبتم احنا كنا بنشيد بيكم عشان بنهزق لعيبتنا عشان الماتش اللي هم اتعادلوا فيه مش اتهزموا فيه. يعني احنا كنا بنهزق الفريق بتاعنا بالاشاده بيكم. فما تركبوش بقى الترند وتركبوا على الدنيا كلها وتقولوا لي او تقولوا اصل ده اداره الاهلي في كل حته فيها اخطاء، بس اداره الاهلي بتعرف تعدي ليلتها. واقول لكم موتوا بغيظكم. سلام.